اخيرا منتخب مصر يفوز المباراه الثانيه على التوالي في مجموعات 6 نقط من 6 نقط. ماتش خلاص شبه ضمان الصداره النهارده. منتخب مصر المركز الاول ب6 نقط، والمركز الثاني جنوب افريقيا 3 نقط، ولسه انجولا هتلاعب زيمبابوي. وخلاص منتخب مصر شبه ضمان الصعود اول باذن الله، الا لو حصل وان انجولا كسبت الماتشين الاخير قدام زيمبابوي وقدامنا، وده شبه صعب ان هو يحصل. ماتش النهارده كويس قوي من المنتخب لحد طرد محمد هاني اللي خلى الفريق كله يتراجع بعد ما كان الفريق مقدم ماتش كويس جدا. حسام حسن النهارده بدا بتشكيله انا بصراحه ما كنتش مقتنع بيها، ولكن اثبت ان هو كان على حق، والنهارده التشكيله دي كان احسن تشكيله ممكن يبدا بيها النهارده. طبعا مصر بدا النهارده بالشناوي، وقدامه ياسر ابراهيم ورامي ربيعه وحمدي فتحي، وكان على اليمين محمد هاني وعلى الشمال محمد حمدي، ونص الملعب كان زيزو ومروان عطيه، وقدام مرموش وصلاح وتريزيجيه. تمام. دي كانت تشكيله منتخب مصر النهارده. منتخب مصر النهارده كان في عناصر سيئه في التشكيله بصراحه، والعناصر دي لازم نبدا يعني تريح مع الوقت بصراحه. اول حد تريزيجيه. تريزيجيه انا بجد مش شايف اي اضافه لاداء المنتخب، اضافه سيئه، سيء يعني بجد. الماتش بتاع التوري سيء، ولكن يعني برده مش عايزين نخبط في اللعيبه قوي، ولكن برده تريزيجيه سيء. فده بتيلة امام عاشور النهارده نزوله بدل مرموش، دي كانت بالنسبه لي بصراحه حاجه غريبه جدا وما فهمتهاش. بالذات انك محتاج اتنين قدام مباشرين على الجون، فانت كان صلاح ويبقى جنبه مرموش كانت تبقى افضل من صلاح وتريزيجيه دي بصراحه بكتير. ده كان رايي وده اللي انا شفته. خصوصا ان امام عاشور لما نزل كان على اليمين. انا برضه ما فهمتش ليه امام عاشور راح على اليمين، ليه ما نزلش احمد عيد؟ كان ممكن برضه يبقى اوبشن، ليه ما وديتش زيزو هو اللي على اليمين؟ زيزو ممكن اوقات بيبدلوها، بس زيزو لو كان على اليمين كان يبقى احسن. امام عاشور كان يبقى هو اللي تحت مرموش وصلاح، كان هيلعب كور كتير ليهم، وكانت ممكن تفرق جدا في شكل المباراه، وكان ممكن تبقى منظرك احسن قدام، بدل ما انت فقدت قوتك الهجوميه قدام خالص. ولكن ده مش مهم، انت النهارده طلعت بالنتيجه اللي انت عايزها، وده كان المهم، وده اللي انت كنت عايزه من ماتش النهارده. انت كسبت ارخم منتخب في المجموعه، انت خلاص شبه خلصت فرص زيمبابوي كده النهارده 6 نقط. زيمبابوي خلاص خرجت بره الحسبه. انجولا النهارده لو اتعادلت هي بره الحسبه، انت رسميا ضمنت مركز اول يعتبر، بتبعد عن سكه المغرب اللي في الاغلب هتكون مركز اول. فانت خلاص كده سكتك بتسهل، وده اللي احنا كنا عايزينه. يعني كله كان بيقول، ما انا بصراحه كنت شايف المجموعه رخمه، انجولا وجنوب افريقيا، شايف ان دول منتخبين رزين جدا، ولكن منتخب مصر بصراحه قدر يتفوق على زيمبابوي باداء كان كويس، قدر يتفرج النهارده على جنوب افريقيا باداء كان كويس لحد الطرد. اللي انا برضه عايزين نتكلم عن محمد هاني. مش محمد هاني انت بقى عندك 29 سنه، انت مش لسه شاب صغير عشان تغلط غلطات زي دي. انت الانذارين ما كانش ليهم لازمه وكان ممكن تتفاداهم. فانا بجد مش قادر افهم لحد امتى هنفضل مستحملين محمد هاني. مفيش غيره، ولكن لازم يكون في حل. ان محمد هاني سيء، محمد هاني ما ينفعش يبقى ولا باك الاهلي ولا باك منتخب مصر، فدي حاجه لازم تكون كده واضحه. ياسر ابراهيم ورامي ربيعه النهارده كانوا عالميين عالميين. الشناوي 10 من 10 النهارده، عمل كل حاجه في الماتش، كان احسن لعيب في الماتش بالنسبه لي النهارده الشناوي، وبعديه ياسر ورامي بصراحه. كان اتنين دفاع حلوين جدا النهارده. فالمنتخب النهارده قدم مباراه جيده، وان شاء الله الماتش الجاي يبقى 9 نقط من 9 نقط، وباذن الله نصعد اول وناخد البطوله دي. وانا اتفائل ان شاء الله